السلام عليكم متابعيني العزاز، كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا فيديوهاتي. هاد لا فيديو غادي نحضر معكم واحد الكيكه بلا بيض، كتجي رائعه بكريمه ديال، انا كنسميها بياض الثلج. كريمه كتجي خطيره بمكونات بسيطه وما فيهاش قوه الخدمه، يعني ما كتاخذش معنا وقت. وكذلك الكيك اللي كيجي اقتصادي ورائع كيف ما قلت لكم بلا بيض، كيجي خطير خطير غير باللبن، كيجي واعر. وحتى لما عندكمش اللبن ممكن تحضروه غير بالماء راه كيجي زوين. شوفوا معايا تبارك الله كيف كيبان ما شاء الله. صراحة كيجي الكيك كيجي خفيف يسفنجي، وكذلك الكريمة كتجي شادة راسها ولذيذة. نبداو بسم الله على بركة الله. عندي هنايا كاس ديال سكر سنيده كيف ما شفتوا غير مملوء. انا ما تنبغيش الحلاوه بزاف وكيبقى على حسب كل واحد والذوق ديالو. عندي كذلك هنايا نصف كاس ديال زيت نباتيه، وعندي كيس ديال سكر فانيلا للتنسيم، وغادي نضيف واحد القبيصه ديال الملحه لتحسين الذوق. دائما وابدا كنديروا القبيصات ديال الملح في الحلويات ولا في لي كيك باش كيعطينا تحسين الذوق. صافي غادي نخلطهم كيف ما شفتوا. ممكن تخدموهم في الخلاط الكهربائي، تضيفوا المكونات كاملين وتخلطوهم، حتى هي كتجي من اسهل ما يكون. وعندي هنايا كاس ديال اللبن بحراره المطبخ اللي انا ديجا حيدته من الثلاجه وخليته على حراره المطبخ. صافي وغادي نخلط، وغادي نضيف كذلك نصف كاس ديال الماء من الصنبور عادي. الدور ديال الماء كيخفف لنا الكيك، كيجي الكيك خفيف. صافي وغادي نخلط كلشي حتى تذوب ليا السكر سنيده وينسجموا المكونات. وعندي هنايا 250 غرام ديال الدقيق الابيض معبور البنات، 250 غرام. كيف ما كتعرفوا ان راه ما عندناش البيض اللي غادي يعني غادي يكون احجام من الكبير حتى للصغير. وعاوتاني كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق. المهم نتوما غتشوفوا معايا القوام اللي غادي نحصل عليه ملي تبغوا ديروها، حتى نتوما ان شاء الله خدموا على نفس القوام. صافي كنخلط الدفعه الاولى ديال الدقيق مزيان حتى كيتزولوا لي دوك التكتلات ديال الدقيق، وغادي نزيد الدفعه الثانيه وما تبقى ليا من 250 غرام ديال الدقيق. غادي نضيف معاه 2 الاكياس ديال البيكنغ باودر او الخميره الكيماويه، كل كيس كيوزن 14 غرام. ودائما غربلوا الخميره مع الدقيق باش كتحصلوا على افضل النتائج. صافي وغادي نخلطهم مزيان. في هذه المرحله لازم ما تخلطوا مزيان اي كيك في المرحله الاخرى ديال الدقيق باش كتدخلوا الهواء في الخليط ديال الكيك باش كيجي معكم خفيف واسفنجي. هانتوما شوفوا معايا القوام ديال الكيكه هو هذا اللي خاص يكون عليه الكيك باش كيجينا خفيف ما كيجيناش مدقس. خديت هنايا المول القطر ديالو 26 سنتيم اللي دهنته بالزيت ورشيته بالدقيق كيف ما قلت لكم راه هذا الحجم عائلي. صافي غادي نفرغ فيه محتوى او الخليط ديالي. دائما كتهزوا يديكم من الفوق عاد كتصبوا الخليط ديالكم باش هكا كيدخل يعني قدر الامكان ديال الهواء. فهمتوا يعني قد ما دخل لنا ديال الهواء في الكيك راه مزيان. صافي وغادي ندخلو الفران بارد. انا دائما كنخدم الكيك ديالي او الكيكات ديالي في فران بارد، يعني حتى كنوضع الكيكه في الفران عاد كنشعل عليها على 200 درجه. بالنسبه للفرن ديال الكهرباء كنشعل غير من التحت على 200 درجه، وبالنسبه للفرن ديال الغاز تنقصوا على عافيه يعني مهيله وتخليوه يطيب على خاطره. هنا ندوزو باش نحضروا الكيكه باش نحضروا الكريمه ديالنا للكيك ديالنا. هنا الكيك ديالي راه خرجته من الفران، غير نسيت ما صورتوش لكم ولكن غنوريه لكم. صافي هنايا غادي ناخذ باش نحضروا الكريمه 3 المعالق ديال مايزينا او النشا، وضفت معاهم 3 المعالق ديال السكر سنيده، واحد الكيس ديال الفانيلا للتنسيم،
وغادي نعاود نضيف معاه واحد نص لتر ديال الحليب، نصف لتر ديال الحليب. نعاود معكم المقادير: 3 المعالق ديال سنيده، و2 المعالق ديال مايزينا كيف ما شفتوا ولكن مملوئين، 2 معالق كبار مملوئين ديال مايزينا او النشا، وضفت معاهم كيس ديال الفانيلا. صافي وغنديرهم فوق النار حتى يقعدوا مع التحريك المستمر. ها هي الكيكه ديالي كما كتشوفوا. شوفوا البنات، شوفوا يعني ملي كنوضع الاصابع ديالي راه كتبومبي، يعني راه خفيفه. صافي هذا هو الخليط ديال الكريمه ديالنا، زولته من فوق النار من بعد ما عقد. صافي وغادي نضيف عليه واحد الجبن كريمي، واحد العلبه ديال الجبن كريمي كيف ما كتشوفوا. ممكن تضيفوا حتى 2. هاد هاد بيرلي او الجبن الكريمي كيعطي واحد المذاق زوين وديليس الكريمه ديالنا كتجي ناعمه. صافي غادي نخلط مزيان حتى ينسجم ليا هذاك الجبن الكريمي مع الكريمه ديالي. هنا راه مازال كما كتشوفوا الكريمه راها سخونه، واخا كتبان لكم سائله، راه اين فوا غادي تبرد وتدخل الثلاجه غتقبط راسها تماما. صافي وغادي نصبها مباشره على الكيك. الكيك راه جا خفيف، كيبقى لكم الاختيار الا بغيتو تسقيوه لكم الاختيار، ما بغيتوش بلاش. انا لان الكيك كيجيني خفيف بزاف يعني ما كاين لاش غادي نسقيه. صافي راه الكريمه راه غادي يتشرب ليا من الكريمه وغادي يجي كيف ما بغيت انا. صافي كيف ما شفتوا كنصبوا الكريمه مباشره وكنوزعوها بهذه الطريقه البسيطه، وغادي نخليه حتى تحيد منه البخار وندخلو للثلاجه. وهنا كيف ما كتشوفوا الكيك ديالي ها هو من بعد ما خرج من الثلاجه ما شاء الله كيجي هو لا اروع. قابط راسو بالكريمه لذيذه والكيكه هشيشه. كنتمنى يعجبكم لا فيديو ديال اليوم وتعجبكم هاد الكيكه وتحضروها وتنجح معاكم، وكنضرب لكم موعد في فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.